السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم زكريا. وصفتنا لنهار اليوم هي مقروط بريستيج ولا مقروط سامبل. شوفوا أصلا راهو سامبل كما راكم تلاحظوا فيه، فقط حطيت له حبة تاع الجوز. وصفة اليوم سهلة سريعة بالنسبة للمبتدئات اللي ما يقدروش المقروط ويجيهم واعر. يلا بينا نشوفوا المقادير. نحتاج 2 كيلو تاع سميد، نحتاج كيلو تاع الفرينة، ملعقة صغيرة تاع لافاني، ملعقة صغيرة تاع الملح، نحتاج نصف كيلو تاع السمن غامولي بدرجة حرارة مطبخ، أيضا نحتاج نص كيلو تاع الزيت، نحتاج مغرفة كبيرة تاع السكر، ونحتاج نحتاج كيلو خليط ما بين ماء وماء الزهر. شوفوا قبل ما تبداو لا فيديو ديروا لي جيم وكومونتير شباب كيما نتوما، واللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك في القناه فضلا وليس امرا. هنايا لازم الفرينه تاعكم تغربلوها. الوصفه طلبتها مني وحده في كومونتير، وراني نقول لك حبيبتي هاي الوصفه تاع امامك ان شاء الله تعجبك وتجربيه وتديريه ان شاء الله في هذا العيد. شوفوا هنا البنات نروح نحطوا كامل المكونات مع بعض، يعني ماشي حاجه كبيره ولا. سر نجاح المقروط انك تبسيه مليح كي تعودي تخدمي فيه. لازم كامل حبات سميد يدخلهم هذاك السمن وهذاك الزيت، اول سر. ثاني سر لازم تعطيه وقته باش يطيب لك في الفرن، ماشي تروحي تضيفي تزيدي الفرن تاعك لاقصى درجه تخليه يطيب لك من برا، لكن من الداخل راح يبقى لك ني. لازم ديري الفرن تاعك على درجه حراره 170 درجه وتخليه يطيب في عقله، لازم يطيب من الداخل ومن برا. اسرار نجاح المقروط لازم تتبعوها. ثاني حاجه انا ما درت لكمش المقروط تاع 3 كيلات بكيله، كيما راكم تلاحظوا انا درت لكم 2 كيلات سميد مع كيله فرينه، اما المقروط الحقيقي هو 3 كيلات سميد مع كيلة خليط ما بين السمن والزيت. بالنسبة لي ما عندهاش السمن تقدر تعوضه بالمارغرين، بصح لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. هنا بعد ما محرت هذاك السميد والفرينة والسمن جيدا بين يدي، هنا راح نبدا نضيف له مزيج بين الماء وماء الزهر، ونبقى نخلط فيه حتى نتحصل على عجينه طريه. ثالث اسرار نجاح المقروط تاعكم انه العجينه تاعكم ما تيبسوهاش. اذا يبستوا العجينه رايح يجيكم يابس، ماهوش يعطيكم هذيك الخفه. بقاو ضيفوا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه متماسكه وفي نفس الوقت ماهيش يابسه، باه تقدروا تشكلوها. هنا هذا المقروط تقدروا حتى ديروه بالنقاش، يعني تنقشوه بالنقاش كيما تقدروا ديروه بالطابع. هذا الشيء يبقى لكم اختياري. تقدري هنا تحكمي حبه ديري فيها الثقب في النص وتبداي ديري النقشه تاعك، يعني تحبي تنقشيه تحبي ديريه بالطابع كما درتو انا اليوم بالطابع. اسهل من الوصفه هذه ما كانش. تبقاو هكذا تخلطوا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه متماسكه تقدري تشكليها. هذه هو سر اسرار نجاح المقروط، ما تيبسوش العجينه تاعكم. اليوم المقروط تاعي انا رايحه نحشيه بالغرس، كيما نقولوا مقروط نقولوا الغرس. اللي ماهيش حابه ديروا بالغرس تقدر ديروا بالمكسرات، بصح بالغرس يجي بزاف منين. بالنسبه هنا للغرس واش نحتاجو؟ الغرس او تمر كل واحد كيفاه يقولوا. عندي كميه من الغرس راح نضيف لها ربع ملعقه تاع القرفه اللي حيعطيها داك السن البنه، ايضا راح نضيف لها رشه ملح. دوك تقولوا لي الغرس اللي ضفتي له الملح. الملح يكسر هذيك الحلاوه، دائما الملح خليوه من اساسيات الوصفات تاعكم. الملح يكسر الاذواق وهو اللي يعدل الاذواق. هنا ضفت لهم 2 مغارف كبار تاع الكاوكاو. اللي عندها مكسرات تقدر مكسرات، اللي عندها الججلان تقدر دير الججلان، اللي ما عندهاش تستغنى عليهم كامل. وهنا عندي نص ملعقه كبيره تاع السمن. نروح نخدم هذاك السمن والتمر جيدا بين يديا، نعجنهم حتى نتحصل على تمر حاكم روحو. نروح نشكلو كويرات، كل الكويره الوزن تاعها 10 غرام. بالنسبه لي ما عندهاش الميزان تقدري ديري عينك ميزانك، ديري كويرات صغار ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار بزاف. ديريهم كويرات وحطيهم وخليهم في بلاصتهم ما بين تروحي تشكلي العجينه. بالنسبه للعجينه راح يكون الوزن تاعها 25 غرام. اللي ما عندهاش الميزان ايضا دير عينها ميزانها. شوفوا هنا يا حبيباتي، هاي العجينه تاعي وهاو الغرس تاعي. هنا نحكموا هذيك العجينه نحلوها فقط على يدينا ونحطوا الحشو في النص، نديروها دوائر نسقموها جيدا، نحطوها في وسط المول ونضغطوا عليها بالمول. انا كنت درت هذا المول وانت ديري المول اللي عندك، اضغطي عليها جيدا وحاولي انك تخرجي الحبه من المول بدون ما يفسد الشكل تاعها. سهله مهله وابسط من هكذا ما كانش. كيما راكم تلاحظوا هكذا تكون الوصفه تاعك جاهزه. كيما راكم تشوفوا المقروط البريستيج راهم يعمروه بالكراميل، يعمروه بالشوكولا، يعمروه بزاف حاجات. انا ضد انه المقروط يتعمر بالشوكولا، ماهوش راح يجي بنين وما يمد حتى بنه. انا اكتفيت اني حطيت له حبه جوز في النص، واللي ما عندهاش الجوز دير حبه تاع الطيب او القرنفل في النصف، يعني
أسهل من هكذا ما كانش. حطوهم كامل تبال بعضاهم ودخلوهم للفرن يطيبوا على درجة حرارة 170 درجة حتى يطيب من الداخل ويحمر من برا ويجي كامل على حبة. شوفوا كيفاه جا أسهل من هذه الوصفة ما كانش. تقدروا حتى تبعدوهم على بعضهم رايحين يبقاو يطيبوا نورمال وما يتغيرش الشكل تاعهم. هنايا البنات أنايا خليت هذا المقروط تاعي يبرد لأني خبيته في بورت مونجي وراح نعس الحبات فقط للتصوير. انتيا إذا راح ديريه للعيد هنايا حطيه في بورت مونجي، نهار العيد سخني العسل تاعك وعسليه، لازم يكون العسل سخون والمقروط تاعك بارد. هذه هي وزينيه كيما تحبي كيما راكم تلاحظوا. عسلوه قطروه كي يقطر مرة زيدوا عسلوه مرة ثانية. بربي ان شاء الله رايح يجيكم مقروط وعليه الكلام. جربوه بهذه الطريقة وردوا لي الخبر، يجي يذوب في الفم ذوبان. يعني الوصفة كيما هذه بزاف بزاف بنينه وديريها في عينيك. شوفوا البنات بالنسبه لي راهم يسقسيوني كيفاش نخبيوه، خبيه فقط في بورتمونجي. هذيك بورتمونجي فرشي لها ساشي، ساشي هذاك ساشي كونجيلاسيون ولا هذوك السواشي المهم ماشي السوداء، حطيها وحطي هذاك المقروط تاعك ست فيه في البورتمونجي. ونهار صبيحه العيد كي تعودي راح تحطيه حمي العسل تاعك فوق النار وعسلي المقروطات تاعك للمره الاولى، خليهم يكثروا زيدي عسليهم للمره الثانيه. بعد ما يتعسلوا ويخلصوا حطيهم في الكيسات وديري لهم جلجلاليه، تحبي ديري لهم كاوكاو كيما تحبي ديري الجوز، حتى تقدري ديري كيما قلت لكم القرنفل او الطيب، كل واحد كيفاش ياكلوا. في الاخير وصفه تاعنا نهار اليوم ها هي امامكم، نتمنى ان شاء الله هي تعجبكم وتنال رضاكم. هنا حبيت نقسم لكم الحبه، انا ضد اني نحكم الحبه ونفتتها في يدي، حرام عليا، لكن حبيت هنا نعطيكم باللي يجي طري ويجي مبسس. في الاخير وصفتنا نهار اليوم ها هي امامكم، ما تنساونيش بالجيم والاشتراك في القناه لتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ونقول لكم اذا كنتوا تشوفوا في هذه الوصفه في السحور نقول لكم صحه سحوركم، اذا كنتوا تشوفوها وقت الفطور نقول لكم صحه فطوركم، والسلام الى وصفه اخرى ان شاء الله.